السلام عليكم. الفيديو ده تكملة للفيديو اللي أنا عملته امبارح. أنا كنت في الفيديو اللي عملته ده كنت بتكلم على إن اللي حاصل مع إيران وإسرائيل وأمريكا وكل الكلام ده كله عبارة عن مسرحية حصلت كذا مرة قبل كده، وإنها ليها هدف في الآخر، والهدف هو الفلوس. بس في نفس الوقت في حاجة تانية مهمة جدا ما جبتش سيرتها يعني، وأنا حابب أتكلم فيها دلوقتي، اللي هي فلسطين. دلوقتي مرة واحدة لو أخدتوا بالكم، علشان برضو ده إثبات تاني إن الموضوع ده كله عبارة عن مسرحية. دلوقتي مرة واحدة محدش بيتكلم على موضوع فلسطين ولا غزة ولا اللي بيحصل فيها ولا الضفة الغربية ولا أي حاجة. عبارة عن كله بيتكلم على إيران وإسرائيل والضرب اللي ماشي ما بينهم. طيب دلوقتي هل ده أحد الأهداف كانت من موضوع الحرب دي؟ هي حرب يعني، هي مش حرب ولا حاجة، هي مجرد مناوشات، والبطل فيها أمريكا وإيران. طبعا إسرائيل كلنا عارفين إنها داخلة عمالة تدك في غزة، وعمالة تعتقل ناس أو تخطف، عشان هو ده مش اعتقال، ده خطف لناس في الضفة الغربية وتقتيل في الناس وي 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 والكلام ده كله. ومرة واحدة محدش بيتكلم. يعني بمعنى أصح إن هو دلوقتي نتنياهو كان عليه ضغط كبير من العالم كله بسبب اللي هو بيحصل، اللي بيعمله في غزة. فازاي نشيل الضغط ده من عليه؟ نعمل مسرحية، ايران تضرب في اسرائيل، واسرائيل ترد، او اسرائيل ضربت في ايران وبعدين ايران رد، وبعد كده امريكا تخش تعمل لها حركتين وتمام 100 100 كده، الناس كلها تتلهي في ايه؟ نظام بص العصفورة. هو ده بالظبط اللي حصل. وانا ما اعرفش، ممكن لو حد عنده معلومة يفيدني، لكن مفيش اي حاجة في الاتفاقية اللي بتحصل او اللي حصلت ما بين ايران واسرائيل وامريكا فيها اي حاجة عن فلسطين. طب مش ايران عمالة تقول فلسطين ومش فلسطين ومش عارف ايه، والحرية ومش الحرية والاحتلال ومش الاحتلال؟ فين الكلام ده؟ مرة واحدة كده اتفاقية كله مضى. طب ايه الموضوع؟ ايه اللي هيحصل في غزة؟ محدش جاب سيرتها، او على حد علمي، لان انا كل اللي انا بشوفه هو اتفاق بس الوقف اطلاق النار والاتفاقيات النوويه ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله. مفيش اي حاجه على موضوع غزه ولا فلسطين ولا اي حاجه. طب فين بقى الحامي حمى البلاد ايران، اللي المفروض ان هي طلعت وعشان ترد وحق فلسطين والاسلام والمسلمين والعرب والكلام ده؟ فين؟ كله اختفى. فده دليل تاني ان هي كل اللي حاصل ده عباره عن مسرحيه. لو حد عنده معلومه ان هم اتفقوا ان هو يعملوا حاجه في موضوع فلسطين ده يبلغني، وهطلع واقول ان الكلام اللي انا قلته ده انا كنت فاهم غلط، ما عنديش اي مشاكل. لكن كل اللي حاصل بيدل على ان الموضوع كله عباره عن جذب انتباه او تشتيت انتباه من اللي حاصل في غزه. ربنا معاهم. انا مش عارف ايه تاني اقدر اعمله يعني، غير ان انا ادعي لهم، وربنا يسترها عليهم، وربنا يوفقهم وينصرهم يا رب. المهم في الاخر، لو انت موافقني او لو انتم موافقيني الرأي، اعملوا لايك وشير، سيبوا لي رأيكم. انا ما عنديش مشاكل لو حد شايفني غلط في اي حاجه. انا مثلا ما بحجرش على رأي حد، لكن ده رأيي، وانا شايف ان هو كل الموضوع الهاء للناس عن موضوع فلسطين، وربنا يسترها علينا. وكلنا في الاخر عايزكم كلكم تدعوا لاخواتنا، وربنا ياخد اخواتنا البعاد. السلام عليكم.